انت دلوقتي داخل على كليبسو، القعدة بتاعت الناس التقيلة اللي بتحب تتفرج على فيلم كامل وهي رايقة بكوباية شاي ومزاج عالي. هنا بنختصر لك الحكاية من غير ما نبوظها، ونقدم لك اللحظة اللي بخلي قلبك يدق وتقول الله، دي مش قناة، دي حكاية معمولة للعيار التقيل. زي ما بيقول عيسى الوزان، يلا بينا. بنشوف إيلي راجل ماشي لوحده وسط الخراب لحد ما بيوصل لبلدة باين عليها مهجورة. الوضع سيء لدرجة إن مجرد إنه يلاقي جزمة سليمة في جثة يعتبر حظ حلو بالنسبة له. بس إيلي مش بس عايش، ده بيحاول يعيش على قد ما يقدر. قاعد يشحذ سكاكينه بهدوء مش عشان الاستعراض، لا دي أدوات بيدافع بيها عن نفسه وبيصطاد بيها أكله. والمفاجأة معاه مشغل موسيقى قديم بيشتغل بالبطاريات، وده أكتر شيء بيريحه وسط العالم البشع ده. وفي وسط كل الخراب ده في كتاب دايما بيشيله معاه، مش مجرد كتاب، دي نسخة نادرة من الكتاب المقدس، وهو اللي مخلي عنده قوة وصبر وسط الجنون اللي حواليه. تاني يوم وهو صاحي يكتشف إن مشغل الموسيقى فصل شحن، وهو ماشي بيغادر المدينة بيقابل مجموعة من المسلحين اللي بيحاولوا ينهبوه ويفتشوا حاجته. بس هو بيرفض يتعاون معاهم، وبدل ما يخاف بيهددهم. زعيمهم بيستهزأ بيه، لكن إيلي بيقطع له إيده. الباقيين بيهجموا عليه، بس إيلي بيواجههم بكل شجاعة وبيستخدم مهاراته علشان يخلص عليهم واحد ورا التاني. بعد ما يخلص عليهم بيرجع لزعيمهم وبيخلص عليه. بعدها يروح للست اللي بعصابة كانت بتستعملها كطعم، وبيسيب لها شوية المية القليلة اللي كانت معاه. لما بتطلب تمشي معاه بيرفض وبيكمل رحلته ناحية الغرب لوحده. بعد شوية إيلي بيشوف عصابة دراجات نارية مسلحة قدامه على الطريق، بيضطر يستخبى وبيقنع نفسه إنه ما يتدخلش حتى وهم بيعتدوا على واحد مشرد. بيكمل طريقه لحد ما بيوصل لبلدة عليها حراسة من رجالة واحد اسمه بيل كارنيجي. هناك بيقابل راجل صاحب محل وبيقنعه إنه مش خطر وإنه مجرد زبون. بيطلب منه يشحن مشغل الموسيقى بتاعه ويديله ولاعة كان سرقها من الناس اللي حاولوا ينهبوه. صاحب المحل بيوافق وإيلي بيقعد يستنى الشحن. في نفس الوقت العصابة اللي إيلي شافها قبل كده من ضمنهم واحد اسمه مارتنز بيدخلوا البار اللي قصاد المحل. بيقابلوا هناك بيل وبيوروا له كتب هم لقوها في رحلتهم، بس هم مش بيعرفوا يقروا فبياخدوا أي كتب وخلاص. بيل بيقلب فيهم ومش بيلاقي الكتاب اللي هو بيدور عليه، فبيقول لهم يكملوا يدوروا. بس لما واحد منهم بيديله شامبو صغير بيل بيفرح جدا لأن الحاجات دي بقت نادرة. إيلي بيسمع إن البار بيبيع مية فبيروح عليه. في نفس الوقت بيل بيغسل شعر حبيبته العمياء كلوديا باستخدام الشامبو اللي لسه أخده. في البار إيلي بيحاول يبدد شوية حاجات عنده مقابل المية، وفعلا الصفقة بتتم، وبيبعتوا سولارا علشان تجيب له المية من الحصة اليومية. مارتنز بيحاول يتخانق مع إيلي، لكن إيلي بيرد عليه بسرعة وبيعلمه درس. ولما بيقتلوه العصابة كلها بتحاصر إيلي، بس إيلي وهو بيقتبس من الإنجيل بيهجم عليهم وبيخلص عليهم واحد ورا التاني بنفس الدقة اللي شفناها قبل كده. سولارا بترجع بالمية وبتتصدم من المنظر. بيل اللي واقف بيتفرج بيندهش من اللي حصل وبيمنع ريدريج إدويل يمين من الهجوم على إيلي. بيل بيتكلم مع هيلي بعد كده وبيكتشف إنه مش آكل لحوم بشر، وكمان بيعرف يقرا، وده بيخليه يعجب بيه أكتر. بيقول له تعال اشتغل معانا، لكن إيلي بيرفض وبيقول له إنه لازم يروح للغرب. بيل علشان يحاول يقنعه بيطلب منه يقعد الليلة ويفكر في عرضه الصبح. إيلي بيوافق وبيروحوا يوروا له أوضته، وريدريك بيقول له إنه لو احتاج أي حاجة يقول. بعد شوية كلوديا بتجيب له أكل ومية، وإيلي بيسألها إذا كانت فقدت نظرها في الحرب، فبتقول له أنا اتولدت كده فكنت متعود على الضلمة قبل ما الدنيا تخرب. بعدها وهي بتتكلم مع بيل بتقول له إنها مش متفائل إن إيلي هيغير رأيه. بيل بيرد عليها بنتك سولارا هتخليه يغير رأيه ويقعد. رغم توسلات كلوديا سولارا بتروح لأوضة إيلي. إيلي بيخبي الإنجيل بتاعه قبل ما يفتح لها الباب، ولما بيفهم ليه هي جت بيطلب منها تمشي فورا. بس سولارا علشان ما تسببش مشاكل لأمها بترفض تمشي وبتقول له أنا هنام على الأرض مش هعمل حاجة. وفي الوقت اللي بيلعب شطرنج مع كلوديا سولارا بتبدأ تحكي مع إيلي وبيقول لها زمان قبل الحرب النووية من 30 سنة الدنيا كانت مليانة كل حاجة والناس ما كانتش بتعرف قيمة الحاجة غير لما بتضيع. سولارا بتلاحظ الإنجيل بتاع إيلي وبتصر إنه يوريهولها،
بس هو بيرفض بشدة ومش بيسمح لها تمسكه. بعد شوية سولارا بتسأله عن مصدر المية في البلدة، بس إيلي بيقفل الموضوع بسرعة عشان يخفف التوتر. إيلي بيعرض على سولارا ياكلوا سوا وبيقول دعاء قبل الأكل. سولارا اللي ما بتعرفش تقرأ بتتفاجئ من الدعاء اللي بيقوله وبتحاول تفتكره وتردده لما بتاكل مع أمها تاني يوم. بس بيل بيكتشف الدعاء وبيجبر سولارا تقول له هي عارفة إيه عن كتاب إيلي. سولارا عشان تحمي أمها كلوديا بتعمل علامة الصليب، وده بيخلي بيل يسرع يروح أوضة إيلي. بيل بيلجأ إن الكتاب اللي بيدور عليه هو الإنجيل، وده اللي بيدور عليه علشان يسيطر على الناس بقوته. بس لما بيروح أوضة إيلي بيلاقيها فاضية. إيلي بيكون في الشارع بيجيب مشغل الموسيقى بتاعه. بيل بيواجهه وبيقول له إن قوة الإنجيل هي السبب اللي خلى النسخ كلها تتحرق بعد الحرب، وبيضيف إن الناس نسيت الإيمان وهو محتاج كلمات الإنجيل عشان يرجع الإيمان للناس كلها. إيلي بيرفض يديله الإنجيل وبيمشي بعيد عنه. بيل بيؤمر رجاله يهاجموه، بس إيلي بيبدأ يرد عليهم برشاقة ومهارة. بيطلق نار على كتير منهم بسهولة. المعركة شديدة وبيل بيتصاب في رجله، بس بعدين ريدريج بيخلي إيلي يمشي. سولارا بتقرر تمشي مع إيلي في رحلته حتى لما هو بيرفض. بتعرض عليه تاخده لمصدر المية في البلدة اللي بيطلع إنه نبع مية مخفي تحت الأرض. بعد ما يعبي القنينة إيلي بيخدع سولارا ويحبسها في النبع ويمشي لوحده. بيل بيجمع رجالته وبيقول لهم إنهم لازم يلاقوا الإنجيل عشان يوسع سلطته لأكتر من بلدة. ريدريك بيحاول يساوم بيل ويطلب يتجوز سولارا مقابل الكتاب. سولارا بتفلت من النبع لوحدها لكن بتتعرض لهجوم من قطاع طرق. إيلي بيجي في الوقت الصح وينقذها وبتقرر تمشي معاه فعلا. بيل ورجالته بيلاقوا جثث في الطريق وهم بيلاحقوا إيلي. كانت الجثث اللي إيلي قتلهم من شوية. بعدها بشوية واحد منهم لاحظ حتة من هدوم سولارا. ريدريخ لمح إن القطعة دي تبع سولارا وفهم إنها مع إيلي. وبالليل إيلي وسولارا بيتخبوا في مبنى قديم، ولما بتهدى الدنيا شوية سولارا بتشوفه ماسك الإنجيل وبيقرأ فيه، فبتطلب منه يقرأه بصوت عالي. بيقعد جنبها ويبدأ يقرأ، صوته بيكون هادي وبيطمن، وهي بتبص له كأنها أول مرة تسمع الكلام ده. بتسأله إزاي حافظه كله؟ بيرد عليها وبيقول الكتاب ده آخر نسخة فضلت في العالم بعد الحرب، ومهمتي أنصله للغرب. أنا مشيت الطريق ده بإيمان مش لوحدي. بعد الكلام العميق إيلي بيشغل مزيكته وبيسرح في السماء. سولارا بتكون نايمة بس بتصحى وتلاقيه نايم، فبتحاول تلمس الإنجيل بس بيصحى فجأة ويمسك إيدها يقولها بجدية ما تلمسيش الكتاب ده. هي بتعتذر بس بتفضل قاعدة جنبه بتسأله أسئلة كتير كأنها عايزة تفهم هو مين وليه بيعمل كده. وفي الصبح بيل ورجالته بيرجعوا يطاردوا إيلي وسولارا اللي بيكونوا بدأوا رحلتهم ناحية الغرب، عارفين إن الخطر لسه وراهم. وهم في الطريق يشوفوا بيت غريب لوحده، بيفكروا يدخلوا يمكن يلاقوا مية أو أكل، لكن أول ما يقربوا يقعوا في فخ. البيت طلع فيه ناس، راجل ومراته جورج ومارثا. الست تبان طيبة بس الراجل بيكون حذر جدا. يعزموهم على شاي، يحطوا موسيقى، لكن لما يوروهم الجنينة إيلي يلاحظ إنها مليانة كبور، وبيفهم فورا إنهم بياكلوا لحوم البشر. وهم خارجين عشان يروحوا فجأة يشوفوا بيل ورجالته جايين ناحيتهم، فبيرجعوا بسرعة على البيت ويحاولوا يستخبوا جواه. جورج يفتح باب سري تحت الأرض ويطلع فيه مخزن سلاح. كل واحد فيهم ياخد سلاح ويتجهوا على الشبابيك يستعدوا للدفاع. سولارا وإيلي كمان بيحاولوا يحموا نفسهم. بيل ورجالته بيحاصروا البيت من كل ناحية ويبدأوا يهددوا بصوت عالي سلموا البنت ودونا الإنجيل. فجأة واحد من جوه يرمي علبة شكلها كأن فيها الكتاب، بس أول ما يفتحها واحد من رجالة بيل تنفجر. كانت قنبلة. نص رجال بيل بيموتوا في الانفجار، فبيبتدوا ضرب نار والبيت يتدمر تماما، وجورج ومارثا بيموتوا معاه. بيل أخيرا يقدر يقبض على إيلي وسولارا ويفتش شنطة إيلي. ملقاش الكتاب، يهدده، بس إيلي ما بيخافش. فلما بيل يهدد سولارا إيلي يستسلم ويقول له الكتاب في البيت، أنا خبيته. بيل ياخد الكتاب ويطلق النار على إيلي ويسيبه بينزف على الأرض، وياخد مع سولارا والكتاب. في العربية سولارا بتتخانق مع السواق وبتخنقه وتموته، وبتتفاجئ إن في شاحنة تانية جاية وراهم تستخدم قنبلة وتفجرها بذكاء. بيل بيبص وهو مصدوم. في وسط الفوضى سولارا تطعن ريدريج اللي كان عايز يتجوزها وتهرب بالشاحنة وترجع عشان تدور على إيلي. سولارا وهي في الطريق تلاقي إيلي لسه عايش
مصاب وبينزف، بس مصر يكملوا طريقهم سوا. وهو سايق ناحية الغرب بيبدأ يلف الجروح بتاعته وبيطمن سولارا ويقول لها إن اللي حصل مش ذنبها، مش هي السبب إنه خسر الإنجيل. في الوقت ده بيل بيحاول يفتح الإنجيل، لكن كل محاولاته بتطلع فاشلة. بعد شوية إيلي وسولارا بيوصلوا لجسر البوابة الذهبية وبيمشوا بحذر وسط العربيات القديمة المتروكة. يوصلوا لمكان الجسر المقطوع فيضطروا يسيبوا العربية وياخدوا مركب صغيرة يكملوا بيها. وفي نفس اللحظة بيل بيوصل للمدينة وبينده على الراجل بتاع الأدوات اللي قدام المحل عشان يساعده فتح قفل الإنجيل. في نص الرحلة إيلي تعبان ومش قادر يجدف، فسولارا تمسك المجداف وتكمل هي بدله. يوصلوا أخيرا لجزيرة الكاتراز، وإيلي يعلن عن اسمه ويقول إنه معاه نسخة من الإنجيل. يظهر إن سكان الجزيرة دول عبارة عن مجموعة مكرسة لحفظ الأدب والموسيقى، وعندهم مطبعة قربت تشتغل، وبيؤمنوا إنهم هيكونوا بداية جديدة لكل حاجة كانت ثمينة عند البشر. في اللحظة دي المهندس أخيرا يقدر يفتح قفل الإنجيل، بس فرحة بيل ما بتكملش، بتتحول لصدمة ويأس لما يكتشف إن الإنجيل مكتوب بطريقة برايل، وساعتها يتأكد إن إيلي كان أعمى فعلا. في الجزيرة إيلي بيبدأ يملي الإنجيل كله من الذاكرة، والقارد لومباردي بيكتب وراه كلمة كلمة. ولأن بيل ما بقاش يقدر يهدد سولارا، كلوديا ترفض تقرأ الإنجيل وتقول إنها نسيت تقرأ برايل، وبعد ما تلاحظ إن جرحه اتلوث تقول له إنه خسر كل اللي كان فاكر إنه مسيطر عليه بسبب جشعه وأنانيته، وكلامها يطلع صح. بيل يشوف الناس وهم بيقتحموا البار بتاعه ويسرقوا اللي فيه، ويبدأ يستوعب الهزيمة الحقيقية اللي عاشها. في الجزيرة إيلي كمل إملاء الإنجيل، ولما يخلص يستسلم من جروحه ويموت بهدوء، بس بيموت وهو مرتاح لأنه حقق هدف رحلته وأدى الرسالة اللي كان مكلف بيها. المطبوعة تبدأ تطبع نسخ جديدة من الإنجيل، وسولارا تقف حزينة على فقدانه، ورغم إن لومباردي عرض عليها تقعد في الجزيرة هي تقرر ترجع، بس مش لوحدها، تاخد معاه سيف إيلي وجهاز الموسيقى اللي كان بيحبه. وفي الآخر لومباردي يحط النسخة الجديدة من الإنجيل وسط كتب تانية محفوظة للبشرية، ومن ضمنها القرآن الكريم.